السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا دوسي على اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات عشان اي حد يقرأ التعليق بتاعك تكسبي حسنات توصلك وتوصلي ان شاء الله. وحشتوني جدا جدا، يعني بصراحة أنا افتقدت القناة واليوتيوب الفترة اللي فاتت خالص، وسبب غيابي عنكم يعني كان معانا فرح، وطبعا عارفين أفراح الصعيد طبعا من خبيز من بسكوت من لازم نودي حاجات للعروسة، يعني ما شاء الله بالكميات. احنا عندنا التقاليد بتاعتنا لازم العروسة لما تيجي تتجوز نخبز لها البسكويت والغريبة والنواعم يعني، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها لازم نخبز لها بالكميات علشان العروسة تاخد معاها، وعلشان طبعا الحاجات دي بنوديها لأم العريس برضو، وطبعا للحبايب اللي حوالينا بتتفرج الحاجات دي. طبعا النهاردة طبعا انا رجعت لكم تاني ورجعت على القناة تاني، ويا رب يا رب ما فيش غياب تاني بإذن الله. أنا حبيت بس أعمل لكم روتين على السريع كده قبل ما أعمل لكم فيديوهات إن شاء الله، الفيديوهات اللي أنتم متعودين عليها، الفيديوهات بتاعتي من الطبخ من أي حاجة يعني. بس حبيت إن أنا أعمل روتين وأحكي معاكم شوية وأقول لكم سبب غيابي، وإن شاء الله ما فيش غياب تاني بإذن الله. احنا طبعا هنا بنعمل الروتين زي ما انتم شايفين كده. انا عندي شوية مواعين وكانت المية طبعا قاطعة عندي، يلا الحمد لله. والمواعين اتكومت بنسبة كبيرة زي ما انتم شايفينها في الفيديو. انا لله الحمد لله الحمد ما بحبش اخلي المطبخ زايط، او بمعنى صح مليان مواعين واطباق، ده كله باخده الحمد لله اول باول، يعني ما بحبش اخلي اي حاجة عندي في الحوض. بس طبعا لما تكون المية قاطعة الحمد لله يعني طبيعي ان المواعين دي او الطباقة او الحاجة طبعا اكيد هتتكوم عليا يعني. فانا حبيت وانا بغسلهم كده حبيت ان انا اعمل لكم فيديو روتيني كده، وان شاء الله باذن الله هنعمل كمان محشي. وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا. انا عندي هنا خلصت طبعا غسيل المواعين بتاعتي، وطبعا بعد ما بخلص غسيل المواعين بغسل الحيطة اللي حوالين الحنفية والحوض والكلام ده كله، دي اخر حاجة. طبعا هنا خلاص انا بشطف المواعين بتاعتي زي كده. اهم حاجة المطبخ، يعني انا بالنسبة لي بيفرق جدا جدا معايا. يعني بصراحة لما يكون المطبخ عندي نظيف بحس ان الدنيا كلها نظيفة. يعني اهم حاجة عندي المطبخ، يعني انا متهيألي لو الشقة كلها نظيفة والمطبخ مكركب او مليان حاجات زي كده فالنفسية بصراحة بتبقى زي الزفت وما بتبقاش مرتاحة خالص. فعندي الاول ثم الاول المطبخ ده يعني طول ما المطبخ نظيف الراحة النفسية بتبقى بصراحة. عندي هنا خلاص انا هنا شطفت كل الكمية اللي عندي، اديني بشطف فيهم زي ما انتم شايفين. ما تنسيش حبيبتي تنزلي تعملي لي كومنت، الكومنت بيفرحني جدا، وبشكر الناس كلها اللي بتعمل لي الكومنت وبتعمل لي اللايك. بجد انا بشكركم خالص، لان انتوا بتفرحوني وبتدعموني ان انا اعمل لكم فيديوهات وانزل لكم فيديوهات، يعني زي انتوا بتشجعوني. انا بصراحة بشكركم جدا جدا جدا. هنا خلاص انا خلصت كل المطبخ والحمد لله زي ما انتم شايفين، يعني المطبخ نضف والمواعين والحاجة كلها بتاعتي خلاص نطفت وتمام. هنخش نعمل شوية محشي على السريع. انا عندي هنا جايبة المحشي المشكل، طبعا عاملة الفلفل وعملت البتنجان الابيض وعملت كوسة. وانا عندي هنا الخلطة طبعا انا ما صورتهاش لان انا منزله لكم خلطة المحشي قبل كده في الفيديو في الفيديوهات تاني على القناة. يعني انا نزلت فيديوهات للمحشي الكرنب ونزلت فيديوهات كمان للمحشي المشكل، يعني لو تدخلوا على القناة بتاعتي هتلقوا المحاشي كلها بكل تفاصيلها وبكل تكاتها عندي على القناة.
عندي هنا الخلطة بتاعتي أنا بزود لها كده شوية حاجات وحبشتكنات، يعني لو حابة تعرفيها أو تاخدي معلومة انزلي على الفيديوهات اللي أنا منزلاها على القناة واحضريها وتابعيها، وإن شاء الله تستفادي منها حتى لو بمعلومة بسيطة خالص. عندي هنا أنا حشيت كمية البتنجان الأبيض، وعندي هنا أديني بحشي الكوسة بتاعتي. وعندي هنا طبعا هجيب شوية، كانوا عندي فلفل لان هنا الرز عندي زاد شوية، ما بحبش اركنه لان الرز طول ما هو معمول على الخلطة في الخلطة هتيجي تركنيه في التلاجة طبعا بيتكسر وبيعجن وما بيديش يعني. بصي هو ينفع بس مش هيديك نفس التفاصيل ونفس الطعم ونفس كل لما يكون فريش، بالذات بتاع المحشي. عندي هنا الفلفلة انا لما باجي احشيها ما بخليش الرز يتكبس في بعض، بحب اخلي الرز كده تحسيه مفرفت، يعني مفتفت، يعني بعيد عن بعضيه، مش تكبسيها خالص لان كل ما تكبسيها خالص هتديكي حاجتين. يعني بصي ممكن الفلفلة معاكي تفرجع، وتاني حاجة هيبقى من كبسة الرز على بعضيه هيطلع الرز اللي من بره مستوي واللي في القلب طبعا ني او نص سوا. في المحاشي كلها مش في الفلفل بس، فانتوا بتحشي لازم تخلي كده في فراغات ما بين الرز لان الرز بيفنش، وطبعا بيعبي اصلا المحشي، يعني ان كان كوسة ولا بتنجان ولا اي حاجة فهي الرزاية نفسها بتفنش. عندي هنا خلاص يعني الكمية بتاعتي الحمد لله قربت تخلص، وهنا خلاص استوى وما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو عايزين تعرفوا التفاصيل وتعرفوا الشوربة المرقة بتاعتي اللي بزود بيها زي ما قلت لكم انزلوا واحضروا الفيديوهات عندي على القناة. وتاني مرة بقول لكم ان انا بشكر كل حد بيكتب لي تعليق حلو وبيعمل لي كومنت وبيعمل لي اللي هو اللايك وبيدعمني وبشكركم جدا جدا وشكرا على المشاهدة. وزي ما انتم شايفين الفلفل والمشكل عندي يعني ما شاء الله طعم وريحة والله فوق الخيال. يا رب الفيديو يكون عجبكم وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.